سلام. كلنا فايتنا استعملنا لفظه طارت المعزه. هاد اللفظه كنستعملوها ملي كنبغيو ندويو على شي حاجه اللي مستحيله الحدوث، وفعلا المعزه ما كطيرش، وهذا الشيء راجع لجوج الاسباب. السبب الاول هو ان المعزه ما عندهاش جناح نورمال، والسبب الثاني هو الموضوع ديال الحلقه ديالنا اليوم. شحال هادي كان واحد السيد سميتو نيوتن جالس تحت واحد الشجره كيستراح ويطيح عليه تفاح، ما قالش اح وسكت، ولكن غيطيح عليه من هذه الحادثه واحد التساؤل كبير اللي غيدير به ثوره في العلوم. وبغض النظر على صحه القصه غادي ننطلقوا منها باش نتعرفوا على وحده من اهم القوى اللي حاكمه هذا الكون الفسيح واللي سميتها الجاذبيه. انا ايوب وهذه حلقه جديده من حلقات تبسيط العلوم. التساؤل اللي طرحه نيوتن ديال علاش التفاحه طاحت لتحت وضربتني في راسي هو نفس التساؤل تقريبا اللي كنتسائلوا على علاش المعزه ما كطيرش. وقررنا في المدرسه باللي السبب هو الجاذبيه، ولكن السؤال المطروح هو شنو هي هذه الجاذبيه. حسب التعريف الممل، الجاذبيه هي القوه اللي كينتج عليها تجاذب ديال واحد جوج الاجسام عندهم كتله. ذكرت هنا كلمه كتله، والكتله هي واحد القياس اللي كيتناسب مع كثافه الماده ديال شي حاجه، وهذه الكثافه كتعني شحال في هذيك الحاجه ديال الماده. يعني بكل بساطه الجاذبيه هي القوه اللي كتخلي جوج الحوايج عندهم كتله يجروا بعضياتهم. هذه الجاذبيه وبعد ما فرع بها نيوتن راسو بالحسابات ديال الرياضيات والتجارب وداك الشيء قدر يعطيها هذا القانون. هذا القانون كيعطينا تناسب ما بين قوه الجذب ما بين جوج الاجسام، وما بين الكتله ديالهم بجوج، وما بين المسافه بيناتهم، وما بين واحد الثابته اللي كتسمى ثابته الجذب. يعني الا شديتي جوج اجسام كيف ما كانوا مادام عندهم كتله الا وكاينه بيناتهم هذيك القوه. السؤال اللي غتلقى كتسولو راسك دابا هو علاش هذيك القوه ما كنشوفوهاش ديما قدامنا؟ يعني ما كنشوفوش حجره محطوطه حدا حجره كيجروا بعضياتهم. السبب بسيط، السبب كيرجع لاننا ساكنين فوق واحد الحجره كبيره اللي هي كوكب الارض، وهذه الحجره الكتله ديالها كبيره بزاف، والتاثير ديال الجاذبيه ديالها كبر بزاف من التاثير ديال ديك الحجره على اختها. يعني التاثير ديال الجاذبيه كيخليهم لاصقين في الارض ما كيخليهمش يجروا بعضياتهم. القصه ما كملاتش هنا، لان من بعد غادي يجي اينشتاين وغيعطي تعريف جديد لهذا المفهوم ديال الجاذبيه على انه تشوه في نسيج الزمكان، وهذه نخليوها حتى المره اخرى وندويو عليها. المهم عندي دابا هو انكم عرفتوا السبب الثاني اللي كيخلي المعزه ما كطيرش. الى عجبكم الفيديو حاولوا تبارطاجيوه مع اصحابكم باش يعرفوا حتى هما علاش المعزه ما كطيرش، وتابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد. تهلاو.